بالنسبه للنادي الاهلي كابتن اسلام، النادي الاهلي مشى قفشه، مشى اشرف داري، مشى رضا سليم اللي هو جاب المكسب للجيش الملكي امام بيراميدز، مشى جراديشار، جاب كاموتش، جاب عمرو الجزار ما لعبش ولا ماتش، جاب مروان عثمان ما بيلعب، يعني هو راس حربه ما بيلعبش راس حربه، هادي رياض ما شفناهوش الا يعني اما ياسين مرعي اتصاب، يوسف بالعمري ما كانش مقتنع بيه ترب. ايه الرؤيه؟ ايه السياسه؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في هناك امور خاطئه بتحصل واضحه جدا جوه النادي الاهلي. انا لما يبقى عندي، انا لو صاحب شركه بديك فرصه ان انت تشتغل، ما اشتغلتش او ما جبتليش المردود اللي انا عايزه، المفروض يحصل ايه؟ يبقى انا اسمها انا فاشل. انا فاشل. ايه اللي يحصل؟ مفروض كرئيس مجلس اداره او كمجلس اداره اخد قرار مباشر انه اللي جاب اللعيبه دي اللي حضرتك الاسماء اللي انت بتتكلم عنها دي كلها اسماء محترمه. انا هنا بتكلم فنيا، وانا كان واضح جدا جدا في فتره ما قبل رمضان لما كنت انا وانت بنتكلم دايما هنا، قلت لك انا غير مقتنع بالمدرب وغير مقتنع بالاسماء اللي موجوده، ولكنها هي افضل الاسماء اللي موجوده على الساحه. انت قلت انا فاشل، مش انا اسلام يعني. امال طيب مين انا فاشل؟ اللي بيختار، هو مين اللي اختار الاسماء دي؟ ومين اللي وافق على ان الاسماء دي تخش النادي الاهلي؟ ومين اللي قال ان يسترب واحد من المدربين الكويسين ويجي؟ يعني انا هنا بتكلم على شكل ده غير بقى شكل التعاقد اللي انت اتكلمت عليه، الفضايح اللي بتحصل من شكل التعاقد. يعني ايه؟ يعني انا عملت مشكله مع كولر، وكانت اول مره نشوفها في تاريخ النادي الاهلي، ان مدرب يمشي وياخد مرتبه لغايه لما يشتغل تاني. حلو خلاص؟ حلو. وخدت ودي اتقرصت وكلنا طلعنا وقلنا خطا وهيعدي وبتاع. يا نهار اسود عليا، تيجي تاني في ريبيرو، قول ريبيرو خلاص موضوع انتهى، وهو الراجل شايف ان هو ليه سنه والنادي الاهلي شايف ان هو ليه 3 شهور. ما اتعلمتش برضه لان الراجل اشتكى وخد فلوس. برافو عليك. جيت على الثالث. لا في مشكله. انت عايز لسه تكمل باسامه هلال وتكمل بعبد الله شحاته وتكمل بالطقم ده؟ لا يا جماعه، الناس دي محترمه، واللي انا عرفته كمان انها ناس محترمه جدا جدا بس بعيدا عن كره القدم. ممكن حضرتك نشغله مثلا مدير تعاقدات في شركه بقى او حاجه. مين؟ اسامه هلال وعبد الله. اللي غلط مين؟ ما هو انا بالنسبه لي اللي غلط الاثنين دول. لا، مين اللي اختار المديرين الفنيين؟ ومين اللي كتب العقود؟ هما الاثنين دول. هل ممكن حد يطلع يقول لنا؟ لا، انا مش هقدر اقول. يعني هو ده اللي واضح. اللي وافق برضه، خلي بالك برضه، هو في الاخر برضه زي ما الكابتن خطيب الاشاده كلها بتبقى ليه، صحيح، او الاشاده كلها يعني بتتجه بنسبه كبيره ليه. النقد برضه ممكن، يعني كابتن خطيب اولا كده صفقات يناير ملوش علاقه بيها خالص. هل حد يعرف الكلام ده؟ محدش يعرف. تمام. احنا بقى عايزين يبقى عندنا، وانا عايز اقول لك حاجه نتكلم في الكوره المصريه. بعد ما وائل يقول هقول لك حاجه في موضوع الراجل. هات لي حد في النادي الاهلي او اهلاوي لما الزمالك بيخسر ما بيبقاش فرحان، بيبقى فرحان. تمام. بس هو في حاجه مشكله بقى بعيده عن الفرح والزعل. انت حزين على الكره المصريه عامه، على اللي بيحصل في الكره المصريه. انت النهارده لما يكون اهلي وبيراميدز والمصري يطلعوا في يوم واحد، فانت لازم تبقى حزين على الكره المصريه. لا، في مشكله، عندك مشكله وعلى اللي بيحصل في الكره المصريه. كابتن بدر قال مشاكل كتيره جدا في الكره المصريه، في البنيه التحتيه ما عندكش بنيه تحتيه بشكل كويس، فانت عندك مشاكل كتيره، عندك مشاكل في لوائح، عندك مشاكل في اداريات، عندك مشاكل في فنيات. الكره المصريه رايحه في حته مش كويسه. لا، وداخلين على كاس عالم. وبعدين انت عندك مشكله كمان، انت ما بتتكلمش على الحدث الا لما بيحصل مشكله. طيب، ودي ازمه. انت لازم تكون حاطط افكارك بشكل كويس جدا عشان ما تحصلش الازمه دي وبعدين تبدا تتكلم عليها. احنا دايما ما بنسبقش الاحداث، يعني ايه؟ ما بتعملش لقدام، فبيجي يحصل قلق في سنه او في 6 شهور تتكلم عليه وبعد كده تنسى لما الامور بتمشي ايه؟ طيب، يعني من غير تخطيط. زيزو، امام عاشور، بن شرقي، اكتر 3 الهجوم عليهم الفتره دي، وقال لك ما جابوش بطوله في نادي الزمالك، هيجيبوا بطوله في النادي الاهلي، مع ان امام جاب بطولات وزيزو جاب بطولات وبن شرقي جاب بطولات. بص، هو امام عاشور لما تيجي تتكلم، هو ما هم اللي قالوا ان امام عاشور ده هو افضل لعيب في النادي الاهلي في الوقت اللي هو موجود فيه، صح كده؟ لما بيخسروا هيجيبوا اللوم على مين؟ على زيزو وامام وبن شرقي على اساس ان هم جايين من نادي الزمالك؟
طب ما انت اللي جبته. فانت النهارده اللعيبه دي لعيبه كبيره، خلينا متفقين، سواء في اهلي او في زمالك دي لعيبه كبيره. لكن المشكله مش في الثلاث لعيبه، المشكله في ايه؟ المشكله في السياسه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بقاش هو النادي الاهلي. عشنا وشفنا. ما بقاش هو النادي الاهلي. الزملكاويه بيقولوا النادي الاهلي مش النادي الاهلي. انا بقول لك بصراحه النادي الاهلي عنده مش هو النادي هو الاهلي. عنده مباراه واحنا تمام. نقول بالظبط. النادي الاهلي دايما كان فيه نظام، كان فيه التزام داخل اوضه اللبس وفي الملعب، والسياسه ماشيه على الكل. لكن انت النهارده لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي، لا ده بقى مضطر ان هو يلاعب ناس بتلوي دراعه، انا اسف ان انا بقول لك بتلوي دراعه في الملعب. هل ده كان بيحصل في النادي الاهلي؟ يا وائل يا مهيب من النادي الاهلي. يا كابتن بعد اذنك، انا بتكلم على الاحداث دلوقتي يا كابتن. وهو واحد اسطوره من اساطير كره القدم المصريه وسيظل كذلك. عصام الحضري في وقت ما كان النادي الاهلي ما فيهوش حارس مرمى تاني، جوزيه خد منه الشاره وقعده 4 أو 5 ماتشات. وده ليه؟ لسبب يعني معين. وده اللي انا بتكلم فيه يا اسلام. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ان مش النادي الاهلي. وعلى الجانب الاخر لعيب تاني ما يسافرش اديله 15 يوم. لا طبعا انا ضد هذا الامر تماما. لا وبعدين خد بالك يا مهيب، ده بيعمل بلبله. انت النهارده لما اللعيب يلوي دراعك ويلعب وفي لعيبه تانية ملتزمه وما بتلعبش، انت بتوقع اللعيبه دي. خلينا طب فدي تعمل مع الاعتراف مع الاعتراف ان امام عاشور افضل لاعب في مصر. خلينا نتكلم. ما انا ما اختلفتش، انا قلت لك حتى الثلاثه. قلت لك ان بن شرقي لا بن شرقي بعيد جدا من ساعه ما جه النادي الاهلي برضه فنيا. انا بتكلم كلاعب كوره فنيا. طب ما خلينا نمسك لعيب كوره ده يا كابتن وائل. خلينا نتكلم كمحترفين. انت عمرك شفت حد في اوروبا بيوقف لعيب؟ هو في حياتي انا ما شفتش كده. ليه؟ تخصم مني لان ده متعاقد، لعيب متعاقد بياخد فلوس، بياخد ملايين، فالعقاب يبقى مش بره الملعب. لا 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 الخصم. بس مع احترامي يا كابتن بدر، الثقافه هنا مختلفه. ما احنا ثقافه اللعيب هنا، لا ثقافه اللعيب ذات نفسه، لا ثقافه اللعيب هنا لا والايقاف مختلفه. لا خلي بالك يعني حصل في ليفربول، ما هو مشى قعد صلاح بره ماتش. ايوه انا عشان طلع يتكلم كلمتين. بص يا انا بتكلم الثقافه هنا مختلفه. يعني ايه الثقافه هنا مختلفه؟ انا ممكن لعيب لو اتخصم منه فلوس ولعب فهو عنده احساس ان هو بقى اقوى من النادي. فدي مشكله كبيره جدا. لا مش زي بره. لا ما هو لازم لا ده بص، ما احنا لازم نفرق بين الهواه والمحترفين. يا كابتن بدر، لما يبقى محترف يبقى عنده عقليه احترافيه بحته. فين العقليه الاحترافيه هنا في احنا مصر؟ هواه بس خلاص. طيب ما هو انا لسه بقول ما تقارنش ان احنا زي اوروبا. ايوه يبقى الكره المصريه بالظبط كوره مش محترفه، يعني مش احترافيه، كوره هوائيه. من اول نقط من اول النقط بتاعت من اول النقط يا كابتن بتاعت ان انت احنا اولا ما عندناش بيئه مناسبه ان انت تبقى محترفين خالص. احنا مزبوط. بنقول ان احنا محترفين عشان ان انت ما بتقيمش لعيبه بشكل فني كويس. انت بتدي لعيبه مبالغ مهوله ما يستاهلوهاش، مش ما يستاهلهاش فنيا، ممكن ما يستاهلهاش ان هو ما بيديش المردود. انه مثلا اقل حاجات اللعيب المحترف ده معناه ان هو لعيب كوره متفرغ، صح؟ طبعا. فبيقعد من الصبح من الساعه 8. انا راجل احترفت 11 سنه. انا كنت بروح النادي من الصبح الساعه 9 عشان افطر، عشان اتمرن الساعه 10، عشان اخلص تمريني، عشان اتغدى الساعه 1، عشان اريح من 2 ل 5 في الاوضه، عشان اتمرن الساعه 6، عشان اروح بيتي الساعه 10 بالليل. انا راجل لعيب كوره محترف، ما عنديش غير كده. فبيبقى في مردود، فتقدر تقول عليه محترف. فلما تيجي تقول ايه ما وقفوش انا اخصم منه عشان يبقى انا محترف، انما في الاخر لعيب الكوره هنا اساسا بيصحى من النوم الساعه 5 الظهر 5 المغرب عشان يروح يتمرن الساعه 6، عشان يخلص تمرينه الساعه 8، عشان يروح ينام ساعه او ساعتين، ينام ساعه او ساعتين عشان يعرف يطبق سهر عشان يروح التمرين تاني يوم. طيب كل 3 ارباع لعيبه في مصر عشان انا بس